السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. خلاص الدراسة أيام بسيطة وتبتدي، وخلاص بقى باك تو سكول، رجعنا المدارس. ومن احنا رجعنا المدارس يبقى ايه؟ يبقى هنذاكر. تعالي نتكلم النهاردة بقى بعيدا عن المشاكل الأسرية وعن الإرشاد الأسري وعن الإدمان وعن الحاجات الدوشة دي. تعالي نتكلم ازاي نركز صح في مذاكرتنا علشان نخلص الترم بتاعنا على خير، ونبقى أخدنا من المذاكرة القدر الكافي اللي يخليني أدخل الامتحان وأنا تمام ومذاكر كويس. كل الحاجات اللي بتقابلنا معظمها في المذاكرة، ابني مش بيركز كويس، ابني بينسى بسرعة وهو بيذاكر، بيبقى باجي اسمع له بيسمع كويس جدا، بس ذاكرة السمكة بعد 10 او ربع ساعة خلاص نسى، او تاني يوم هسأله فيها نسى. طب ازاي نذاكر كويس؟ وازاي نركز واحنا بنذاكر؟ ونعمل ايه علشان الحاجات اللي احنا بنذاكرها ما ننساهاش؟ انا قلت كتير اجمل طريقة انا بستخدمها شخصيا في المذاكرة البومودورو تكنيك. ايه البومودورو تكنيك ده؟ البومودورو تكنيك هو نظام المذاكرة 25 دقيقة وبريك 5 دقايق بس. عايز تذاكر 40 دقيقة وتاخد بريك 10 دقايق مفيش مشكلة. عايز تذاكر ساعة الا ربع وتاخد بريك ربع ساعة مفيش مشكلة. طب ايه نظام البومودورو تكنيك وايه التقنية اللي بيتعامل بيها؟ احنا قلنا ان احنا عندنا ذاكرة طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى، وقلنا ان احنا شغالين العقل اللي بيحركنا هو العقل اللاواعي مش العقل الواعي. فانا بدي اوردر لعقلي ان انا هذاكر ال 25 دقيقة دول علشان اخد بريك 5 دقايق. مهم جدا وانا بحدد الوقت بتاعي اللي انا بظبط الموبايل بتاعي على 25 دقيقة. بعد 25 دقيقة بالظبط هو هيرن. انا عن نفسي بفضل 25 دقيقة لان معظم الحاجات اللي بذاكرها بتبقى حاجات بسيطة مش محتاجه وقت كتير. انت بقى عندك ماده كبيره او الجزء اللي انت هتذاكره طويل وكبير، فممكن تظبطه على 40 دقيقه وتاخد بريك 10 دقايق، ممكن ساعه الا ربع وتاخد بريك ربع ساعه as you like. طيب انا هعمل ايه؟ انا هحدد، مهم قوي، مش بس اقول انا هذاكر 25 دقيقه وما بقاش عارف انا هذاكر ايه. لازم احدد الحاجه اللي انا هذاكرها. الحاجه اللي انا هذاكرها انا المفروض ان انا اذاكر الجزء ده في ال 25 دقيقه دول، وال 25 دقيقه دول يخلصوا من الجزء ده تمام خلصان. اللي حصل بقى يا حلوين ان الذاكره، ان العقل الباطن اخد اوردر بده من غير انت ما تحس، وهو هيشتغل مع نفسه انه يخليك تخلص ده. فعلا بتعدي 25 دقيقه وانت مخلص الجزء اللي انت قايل عليه بالظبط في الوقت ده. مين اللي خلصه لك بسرعه واللي خلاك تنتقل ليه بسرعه؟ العقل اللاواعي. هو اخد الاوردر منك من غير ما تاخد بالك وخلاك تذاكره. خلصت الجزء ده، هاجي على الجزء اللي بعديه، باخد البريك بتاعي 5 دقايق اعمل فيه اللي انا عايزه. عايز امسك التليفون شويه ابص، عايز اروح اصلي، عايز ليك 5 دقايق تعمل فيهم اللي انت عايزه وترجع تاني تكمل جزء تاني انت عايز تكمل وتذاكره. طيب دي رقم 1. رقم 2، مهم قوي ان انا ابتدي في مذاكرتي بالحاجه الاصعب فالاسهل. ليه؟ انا مخي وانا لسه باديه مذاكره بسم الله الرحمن الرحيم كده هستقبل الحاجه الاصعب. ما اقدرش احط له حاجات، عارفين يا جماعه لما اجي املى حاجه احط فيها حاجات صغيره صغيره صغيره، اجي احط الحاجات الكبيره اتملت خلاص، مش مستوعبه الحاجات الكبيره. لا، انا هحط الحاجات الكبيره الاول فالاصغر فالاصغر فالاصغر. اقصد ايه بالحاجات الكبيره وانا بذاكر؟ اقصد بالحاجات الاصعب، او اللي انا الماده دي مش بحبها، الماده دي تقيله على قلبي. ابتدي بالماده اللي مش بتحبها والماده التقيله على قلبك والماده اللي محتاجه مجهود اكتر وانت بتذاكرها. يبقى هبتدي بالحاجه الصعبه، هعمل نظام البومودورو تكنيك، وبعد 5 دقايق هاخد ال5 دقايق بتوعي وارجع تاني. حلو جدا. خلصت ربع ساعة، ساعة 2 3 في المذاكرة، أعمل لنفسي بريك كافي، ساعة مثلا، نص ساعة. في البريك ده أعمل فيه حاجة أنا بحبها، أخد بريك طويل بعد ما أكون خلصت الهدف اللي أنا عايزاه النهاردة. أنا هدفي النهاردة مثلا أذاكر ساينس، هدفي النهاردة أخلص النص ده في اللغة العربية مع درس نحو، هدفي إن أنا أخلص في السوشيال الدرس الاولاني، وهكذا. انا حددت اهدافي وكل حاجه اعلم عليها. يبقى انا استخدمت نظام البومودورو تكنيك، ابتديت بالحاجه الصعبه فالاسهل فالاسهل فالاسهل. اديت لنفسي بريك بعد كل ماده بذاكرها، وبريك طويل بكافئ نفسي بيه. حط لنفسك حاجه مكافاه لما تخلص الجزء اللي انت عايزه وتلاقي نفسك ذاكرته تمام. تعالوا لي بقى عشان الموضوع التاني مهم جدا. ازاي وانا بذاكر اعرف احفظ نفسي؟
كل علماء النفس قالوا ان اكبر حاجه احسن حاجه تخليك قادر تحتفظ الذاكره بتاعتك طويله المدى باللي انت ذاكرته نظام الشرح. ان انت بعد ما تذاكر الحاجه اللي انت خلصتها اشرحها لنفسك تاني. ولو انت بتذاكر مذاكره جماعيه هات اصحابك واشرح لهم. رقم 1 اخدت ثواب اللي هو صدقه علم. رقم 2 انت ثبتت المعلومه بشكل اسرع لما شرحت. لما انا بقعد اذاكر حاجه وبعديها بقول الحاجه دي في ندوه بعديها في محاضره بديها، الحاجه دي بعديها بتثبت عندي بشكل رائع. ليه؟ لان انا شرحتها. فجرب كده. عارفين لعبه المدرس ومدرسه اللي اكيد لعبناها كلنا واحنا صغيرين؟ انا شخصيا كنت بلعبها، كنت بحب العبها جدا. العبوها مع نفسكم، اقعدوا كده واشرح الماده دي، وليكن مثلا قاعده ان واخواتها. هقعد اشرح ان دي بتنصب مبتدا وبترفع الخبر ومش عارف ايه، واقعد هشرحها لنفسي تاني. الحاجه لما تشرحها لنفسك مش هتنساها. 2 اعمل ايه تاني عشان ما انساش؟ اربط الحاجه اللي انا بشرحها باي رسمه وانا بذاكر. يعني ايدي يبقى انا بحفظ وايدي شغاله. مثلا وليكن انا بحفظ مش عارفه الاتجاهات في الخريطه، بحفظ حاجه في الماس، بحفظ حاجه في الساينس. همسك حاجه كده وانا بذاكر نظريه الجاذبيه الارضيه بتاعت نيوتن. هروح وانا بذاكر كده همسك قلم وارسم تفاحه وارسم شجره. مش بعرف ارسم اي حاجه، عصايه وطلع منها ورق، تفاحيه رسمتها مدوره بقى مكوره، ارسمها زي ما ترسمها. المهم ان انت عقلك استوعب ان الحته دي بتاعت ده. طب انا بشرح نحو هرسم ايه؟ ارسم ان كده بشكل وحواليها اخوات ان، ارسم كان وحواليها اخواتها. خلي قلمك شغال باي رسمه. الرسمه دي وانت بتمتحن هتفتكرها. كتير بيقولوا ان المذاكره بالورقه والقلم هي اللي افضل، عشان هي اي حاجه انت عقلك شغال، بقك شغال وانت بتكرر الحاجه تاني، وايدك شغاله. فالطبيعي لو عقلك نسى ايدك فكرتك، لسانك فكرك، فدي مذاكره كويسه جدا. بس انا كنت بستثقل المذاكره بالورقه والقلم، ما كنتش بحب اقعد اكتب وانا بذاكر. فكنت بعمل ايه؟ وما زلت اقعد امسك القاعده اللي انا بذاكرها او الحاجه اللي انا بذاكرها، او لو بحفظ قاعده انجليش او كلمات اروح انا رسمه وانا بذاكر اي حاجه خاصه بده. ممكن حاجه تانية، ممكن انا اعمل قصه مع نفسي وارسمها، ممكن اغني الحاجه اللي انا بذاكرها احط لها اغنيه كده انا اللي اعملها مع نفسي. كل دي حاجات بتثبت المعلومه في العقل الطويل او الذاكره طويله المدى اللي هنسترجعها باذن الله في الامتحانات. يبقى انا بدات بالماده الاصعب فالاسهل، شرحت الحاجه اللي انا بذاكرها من باب صدقه العلم لو عايزه اشرحها لحد عشان اثبت المعلومه. كمان رسمت او ربطت اللي انا بذاكره باي رسمه ارتبطت في عقلي الباطن بيها. مهم جدا جدا وانا بذاكر سمعت الاذان اقوم اصلي. ليه؟ اتقالت لي زمان وعمري ما نسيتها: لا يبارك الله في عمل ينهى عن الصلاه. ما اقولش لا اصل لسه الوقت. قوم اسمع الاذان، قوم صلي وافتكر ان لا يبارك الله في عمل ينهى عن الصلاه. مش هيبارك لك في المذاكره اللي انت بتذاكرها لو انت بعد ما هذاكر هصلي. لا، الصلاه الاول. تعالى بقى بعد الصلاه تشوف الباور اللي انت هتحسه وانت لسه مخلص مذاكره. اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان وانتوا بتذاكروا قبل ما تبتدي مذاكره خد 5 دقايق بس، 10 دقايق العب اي رياضه. مش لازم اروح جيم، ده مش عندي وقت. العب اي رياضه في البيت حتى لو استرتشات بسيطه كده. اللي بيحصل في الرياضه معلومه كنا بنكتبها في كل مواضيع التعبير لما نتكلم عن موضوع تعبير ويقول لك اكتب موضوع تعبير على الرياضه، كنا بنكتب ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم. دي حقيقه. انت لما تلعب رياضه انت بتوسع افاق مخك ان هو يستذكر كويس. الرياضه مهمه جدا حتى لو استرتشات بسيطه بحرك فيها عضلاتي. ممكن في البريك الطويل اللي بتاخده تلعب فيه اي جزء رياضه 5 دقايق 10 دقايق، هترجع باور اكتر. هترجع في ماده لما بلعب اي رياضه حتى استرتشات بتنشط اسمها الاميجدال. الماده دي لما بتنشط بتخلي مفيش انكزايتي، مفيش قلق، مفيش توتر، فبذاكر وانا هادي. اخيرا مهم جدا ابعد عن اي مشتتات، ما يبقاش فيه تلفزيون شغال جنبي، ما يبقاش فيه الاوضه اللي انا فيها مش متبهدله، مش التيشيرت بتاعي انا قلعه هنا ورميه والشوزه بتاعتي هنا وهنا الحيطه متشخبط عليها. لازم ارتب المكان اللي انا بذاكره عشان ما يحصلش تشوه ذهني. في الاخر خالص اسمع اللي انا ذاكرته تاني، اشرحه لنفسي تاني، اقول دعاء انتهاء المذاكره: اللهم اني استودعك ما قراته وما حفظته فرده الي يوم حاجتي اليه. بالتوفيق ان شاء الله.